بداية ولا أروع للنادي الأهلي النهاردة. النادي الأهلي النهاردة بيقدم لنا وجبة كروية دسمة على رأي مؤمن حسن. بصراحة الأهلي النهاردة ما حرمناش من أي حاجة. كنت أتمنى إن الماتش ده يبقى زيه بالظبط في ماتش السوبر، ماتش اتحاد العاصمة يوم الجمعة اللي فاتت. بس الحمد لله اللي حصل حصل. بس بكل أمانة يا جماعة، لو اتكلمنا عن الصفقات الجديدة وندي كل واحد حقه، إمام عاشور النهاردة في كامل مستواه النهاردة كان مبدع. عمل فرص كتير جدا، صنع هدفين، لعيب في نص ملعب، قافل نص ملعب، عامل كل اللي عليه بزياده. روحه عاليه جدا 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 في الماتش النهارده. بصراحه امام عاشور ادى اداء فوق الممتاز. رضا سليم عمل اداء ممتاز جدا، جاب جون. تحركاته في منتهى الروعه، بيجري الاطراف، عايز فدان يجري فيه محدش يعرف يلحقه، بيعدي بسهوله جدا. بيباصي، بيسلم، بيستلم، بيعمل كل حاجه. صفقتين على اعلى مستوى. نيجي بقى للصفقة التالتة وهي الصفقة السوبر، الصفقة الذهبية. بالنسبة لي أنا الصفقة الذهبية هو أنتوني موديست. موديست مش قادر يجري على الكورة يا جماعة، مش قادر يتحرك، مش قادر ينط على الكورة. م- راجل عجوز، راجل عجوز في الملعب بصراحة، مش قادر يعمل أي حاجة. يعني هيروح فين؟ الموضوع صعب بالنسبة له. يعني مش عارف اقول كفايه عليه كده، لان اول ماتش ليه مش عارف اقيمه، بس لا هو تقيل جدا، تقيل جدا 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 على الكوره، تقيل جدا. الكوره قدامه جايه له قدام الجون مش عارف يخلص الكوره. يعني هي نعم لو كانت جت الجون كانت حاسب اوفسايد، بس ما علينا من دي، انت انفراد بالجون حطها. يعني طمنا عليك بس. يعني لا، والناس كلها طلعت تقول لك اضافه حلوه قوي قوي للنادي الاهلي. هي اضافه بطاطس كومبو يا جماعه. يا جماعه ده ما جاش الماتش خالص. اضافه فين الاضافه؟ فين الاضافه؟ عمل ايه النهارده؟ مفيش خالص. بدايه غير مبشره بالمره لانطوني موديست. وربنا يسترها معاه ويغير فهمي ويغير الفكر اللي انا فيه، يعني اللي انا بقوله. ان شاء الله المره الجايه نتكلم عنه احسن. كان نفسي اقول حاجه عنه احسن من كده، بس للاسف هو النهارده كان وحش جدا جدا جدا، سيء. لعب النهارده فوق ال 80 دقيقه وسيء سيء، ما جاش بصراحه يعني. كريم فؤاد طبعا عوده قويه جدا جدا جدا. الاهلي النهارده متعنا يا جماعه، متعنا بصراحه. يا رب يستمر على كده، يا رب. الفرص تبقى اكتر من كده لكل اللعيبه. نبيل كوكا طبعا النهارده فرصه رائعه لنبيل كوكا وادى بشكل ممتاز. نتمنى نشوف الاستمراريه على طول بالاداء ده والشكل ده للنادي الاهلي. ولازم نتكلم عن كولر النهارده ادار الماتش بطريقه فوق الروعه بصراحه. يعني لازم نتكلم من الموضوع ده عشان اتكلمنا عنه وهاجمناه الماتش اللي فات، ماتش اتحاد العاصمه. لازم نقول ان هو النهارده بصراحه عمل اللي عليه والزياده. عمل اداء تاريخي النهارده في اول ماتش في الدوري، ادى روح للعيبه. ما كناش نتخيل ان الروح دي موجوده عند اللعيبه اساسا بعد الماتش اللي فات. لا، غير المفهوم وغير الدنيا كلها بصراحه. نتمنى نشوف الشكل ده والاداء ده في كل الماتشات الجايه باذن الله. ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب على قناه اليوتيوب، هتلاقي اللينك او الكومنت.